محدش يمشي ورا حته ان العربيه دي اقتصاديه ازاي يا جماعه؟ يعني معلش انا اسف، في عربيه منتشره في السوق وبيتكلموا عليها على انها اقتصاديه. العربيه دي اقصدامها قشره فاضي، ثمنه في التوكيل 75,000 جنيه. هي العربيه كلها بيقولوا عليها اقتصاديه عشان هي تحت المليون جنيه. مرايتها ب 36,000 جنيه في التوكيل، وحاجتها مش موجوده بره. لو لا قدر الله طارلك مرايه ولا اكسدام وانت شاري العربيه على انها اقتصاديه تحت المليون جنيه، يعني هتقعد جنبها، هتقعد 3 شهور جنبها. بلس بقى ان معظم التوكيلات النهارده بتنزل العربيه قطع غيارها مش موجوده اصلا، بيجيب قطع غيارها بعد كده بكتير، بعد ما بتنزل بكتير. خش وشوف الحالات الكتير، البيبان ابو 150,000 والاكسدام ابو 100,000. والله اللي انا بقوله ده مش هجوم على حد، ربنا يجعلنا دايما بنتقي ربنا في الجمله وفي الحرف اللي احنا بنقوله. عشان قبل ما اقول للحد دي عربيه اقتصاديه لازم ابقى عارف كويس جدا العربيه دي قطع غيارها مناسبه لسعرها ومنطقيه ولا لا. مش منطقي ان انا اجيب عربيه ثمنها 800,000 ولا 850,000 جنيه واكسدامها يبقى ب 75,000 جنيه، ومش موجود. مش منطقي ان اكسدامها يبقى بتمن اكسدام عربيه لاند كروزر، عربيه ثمنها 13 مليون ولا 12 مليون. ده يا جماعه مش منطقي. ما ينفعش باي شكل من الاشكال اقول دي اقتصاديه.